كل اصدقائنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، دايما المواهب او الموهبه دايما بتبتدي من الصغر، بس محتاجه رعايه ومحتاجه ان احنا نحاول على قدر الامكان نتعب مع الموهبه، ولو تعبنا هنوصل معاها للنهايه. حبيبه، انت قلتي لي انا بحب الالقاء، صح؟ تحبي ايه؟ لا علي صوتك عشان المستمعين يسمعوك. بحب الألقاب. بتلقي بقى لمين؟ هتقولي شعر ايه بقى؟ عروسة قماش وحبيبة أنا. طب تحبي نقول ايه الاول يا حبيبه؟ عروسة قماش. طب نقول عروسه قماش. انت عارفه لمين الاول؟ لمين؟ عروسة قماش للشاعر وفاء أمين منصور. طب يا حبيبتي، الله جميل قوي انها تبقى عارفه كمان للشاعره مين. طب نسمعك يا حبيبه، اتفضلي. عروسة قماش ملناش في اختيار، مفيش بنت في نجانا تختار، العجل فينا مكتفين والسماعات مسكتين برافو مرات، وكنا صغار بناويت نلعب قدام الدور، ننده بعض ونتلاش ونعبي الضحك ونتلاقى ومعانا عرايس معلوماش، وعروستي تملي في حضني ما بتفرجعش، ويوم كان حر وخانقني وهم غسيل مصاحبني، سمعت حديد ما بين الداية سعدية وبين أمي يقول يا دوب نفطنها، وردت أمي قالت صح تعالي معاي نفطنها، قالت لها لا، نقول لها كيف ناخدها على قضاها، ناخدها أحسن على الجمال، لقيت الداية سعدية قصاد مني وبصتلي، وعمر لحد دلوقتي بشوف الغوشة بصتها، لقيت قلبي وجع مني بدقاته اللي كرهتها، بتتآمر مع أمي في وقفتها، جريت منهم وجابوني بسرعة، جبت فوق ايديا وغموني وانا معافر برجليا، صرخت بأعلى ما فيا سيبوني حرام سيبوني حرام، هتعملوا ايه فيا؟ دموع توسلت لأمي ورحمة أبوكي والنبي يم ولا يسمعش، وعمري ترعش كل ودمعي نام على ذل، ودلوقت بجاسي من جوزي وعذاب ذل، يشتمني ويتقوس أجيب لك ضرة واتجوز، أقرب داني عروسة وحنتي في يدي ما نشفاش، يقول لي عروسة صح في عين الناس، لكن عين اللي شايفاك يا عروسة قماش، لكن عين اللي شايفاك يا عروسة قماش. الله الله الله، ده انتي عروسه جميله قوي، عروسه 5 سنين بس جميله جميله. يعني انا بشكرك يا حبيبه قوي، ده انتي فعلا اسعدتيني وحسستيني ان مصر بخير، وان في ناس ممكن يعني 5 سنوات وتقول بالطريقه وبالالقاء وبالثقه دي. اعتقد ان مبذول مجهود جامد قوي من الاب ومن الام عشان يوصلوا الموهبه الجميله بالصوره المتالقه دي. حافظه ايه تاني يا حبيبه؟ حبيبة أنا. اسم الشاعر حبيبه انا؟ يعني انت عشان انت حبيبه بقى دورتي على حاجه اسمها حبيبه انا؟ الشاعر إبراهيم صابر. ابراهيم صابر. مين اللي بيحفظك يا حبيبه؟ ماما. بتحفظك الشعر دوت؟ هي اللي بتختار لك ولا انت اللي بتختاري؟ هي أنا اللي بختار. يعني تقول لك قولي ورايا وتقعد بقى تحفظها لك وبتفهمك معنى الكلمات ايه اللي انت بتقوليها؟ يعني انت فاهمه الكلام اللي بتقوليه وبتحفظي بسرعه؟ بتبقي حابه الحاجه دي ولا بتبقي متضايقه؟ ببقى بحبها. يعني انت نفسك ان شاء الله لما تكبري كده تبقى عندك موهبه الالقاء وتقولي في المدرسه وكده؟ روحتي مدرسه؟ سنه كام؟ سنة 5 ابتدائي؟ يا شيخه انت عندك 5 سنوات، انت لسه صغننه ما رحتيش لسه. متهيألي لسه ما رحتيش مدرسه مش كده؟ كي جي 1 مش كده؟ من ابوك برضه 5 سنوات مش كده مصطفى ولا ايه؟ لسه في كي جي 1. هتضحك علينا ولا ايه دي؟ 5 سنين و5 سنوات بتاخد السنه بسنتها. خلاص اوكي، نسمع معاكي حبيبه انا. حبيبي أنا تديني كام سنة، حبيبي أنا وبحب الناس وحياة ربنا. تاني من أول تاني يا حبيبي. حبيبي أنا تديني كام سنة،
حبيبي أنا وبحب الناس وحياة ربنا وفي يوم المنى ده قلبي أنا نعيش كلنا حابين بعضنا. حبيبي أنا حبيبي أنا أحلف بحياتي أفرد جناحاتي يوماتي ليلاتي أطير في السما. حبيبي أنا قصتي هحكيها هعرفوا معانيها وأحلى ما فيها طبعا أنا عشان حلمه ونيد أمه وتحسوا بجد بقيمة الفن. حبيبي أنا وطلبنا أصيل من عمر المين بسمع مواويل فيها فرح وهن وفريد والعود وحليم موعود والست تقول يا صباح أنا هنا ما بقولش وعود في طريق مسدود تمشي وترجع تعتبني أنا ماما بتحبني فجأة تضمني وتقول لي يا حبيبة بصيني من هنا. خلوصي ماما بتحبك. والله ماما دي جميلة قوي، ماما دي لذيذة قوي. أنا بشكر من خلال مايك إذاعة القاهرة الكبرى ماما اللي بتحفظ حبيبة كل الأشعار الجميلة دي، وأجمل حاجة إنها محفظاها كمان لمين؟ للأستاذة وفاء أمين أو الأستاذ إبراهيم صابر، والأجمل إنها توصلها لهذا الأداء بالثقة الجميلة دي. إيه رأيك يا مصطفى؟ إيه رأيك في حبيبة؟ جميلة صح؟ ماما بتتعب معاها؟ بتتعب معاها بتبذل مجهود عشان توصلها لكده؟ هي بقى بتستقبل منها؟ بس يعني هي يعني مخها حلو بتستوعب بسرعة. بتستوعب بسرعة. طيب بقول لك مصطفى، انت قلت لي قبل التسجيل ان انتوا عاملين زي مسرحيه كده او اوبريت بتنقدوا فيها الحاله الاجتماعيه اللي انتوا فيها، فهتقول لي ايه بقى؟ هتتكلموا عن ايه بقى؟ هي مسرحيه اسمها عرايس قماش كان كتبها المخرج مجدي مرعي. فاحنا هنأديها دلوقتي. كله انتوا بتتكلموا عن العرايس. واضح ان مفهوم جميل ان العروسه لما بتحكي عن الطفل بيستوعبها اكتر، بدل بقى الحاجات اللي احنا بندخلها خارجيه بقى دي. مش عارفه غير بقى مين اللي بينط ده والعنكبوتيه والحاجات الغريبه مش عايزه اذكرها. بس رجعنا تاني للعروسه القماش اللي هي اصل البنت المصريه القديمه اللي كانت تاخدها وكانت ماماها تعمل لها كده وعينيها بتخوف مامولها بالزراير. بس كانت جميله. هنسمع بقى معاكم عرايس قماش. مين هيبتدي؟ انتوا الثلاثه. حبيبه برضو انت مشتركه معاهم يا حبيبه في المسرحيه؟ انت لذيذه قوي يا حبيبه. انتوا قمتوا بالعرض ده قدمتوه قدام حد؟ عملناه في مدرسه التكنولوجيا في اسماعيليه وحضروا المحافظ. جميل. يعني قدمتوا انتوا العرض انتوا الثلاثه مع بعض؟ لا حضرتك، هو احنا كنا 8 بس. احنا حافظين المسرحيه وبنأديها كلها. وأديناها في نادي الشمس هنا في القاهره. ونادي الشمس. وكان ايه رأي الناس بقى؟ الناس كانت متقبله الموضوع ويعني انبسطت يعني. طب ايه رايك بقى ان انا هسمعها واشوف اتقبل الموضوع ولا لا؟ ايه رايكم؟ يلا اتفضل. سماهوس 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 كله يبص كله يفكر كله يكرر بس قبلها فكر قبل ما تكرر فكر قبل ما تعمل فكر قبل ما تعمل فكر فكر فيه فكر فيا. فكروا معانا خليكوا ويانا. ايه مش عارف تفكر؟ ايه مش عارف تكرر؟ لا تفكر ولا تحتار. احنا صغار هنفكر ونختار ولا نحتار. هنفكر ونختار ولا نحتار. بس بتفكيرنا احنا صغار مش عارفه تسمحوا لنا بشوية لعب على هزار. هي 1 2 سردي مردي. انت حكيم ولا تمرجي؟ انا حكيم الصحية. العيانة اديله حقنة والمسكينة اديله لقمة. ميت عزورك يا نبي ياللي بلادك بعيدة فيها أحمد وحميدة. حميدة جابت ولد سميته عبد الصمد مشيته على المشاية خطفت راسه الحداية. عروستي هي فين هي فين عروستي. يا خيبك يا واد يا مصطفى، هو انت واد ده جالك عروسة؟ عروستي. ايه ده بيتكلم بجد ازاي يعني؟ الواد مصطفى لسه صغير. مصطفى عاش الدور زي عوايد وتكونش بقى عروسة خشب ولا
عروسة نحاس. لا تكونش عروسة حلاوة. لا دي عروسة قماش. عروسة قماش. مش فاهمين. أيوة صحيح مش فاهمين. خدانا عرايس من قماش نلعب